اغتيال المحلل السياسي السوري في جنوب لبنان حلقة في تصعيد أمني متدرج ضد مناطق نفوذ حزب الله. الحادث لا ينفصل عن تطورات أمنية خطيرة يشهدها لبنان مؤخرا عقب تدخل حزب الله في الحرب في سوريا إلى جانب قوات النظام هناك. الرد على هذا التدخل اقتصر بداية على استهداف صاروخي لقرى حدودية تابعة لسيطرة حزب الله، ثم تدرج إلى استهداف صاروخي لمشارف الضاحية الجنوبية لبيروت أحد معاقل حزب الله. حتى مواكب الحزب السياسية والعسكرية باتت مستهدفة. التصعيد الأكبر جاء في تفجير بئر العبد الذي وقع في عقر دار حزب الله، الضاحية الجنوبية التي تخضع لسيطرة أمنية مشددة من الحزب، مخلفا أكثر من 50 جريحا. هذه الاستهدافات المتلاحقة تدل على انكشاف أمني لدى حزب الله، بالرغم من أن مقربين من الحزب يعتبرون أنها توحي بعكس ما هي عليه. إنما يحصل من خروقات ومن انتهاكات فردية سواء بصاروخ أو بمتفجرة أو بعملية اغتيال، هذا دليل على أن المستهدف للبنية الأمنية لحزب الله عجز عن الوصول إلى داخل هذه البنية، وعجز عن اقتياد حزب الله إلى حرب فتنة في الداخل تشغله عن ملفاته الإقليمية. التصدع الأمني يترافق مع وضع سياسي داخلي غير متين بالنسبة للحزب، فخلافاته السياسية لم تعد محصورة بطرف معين وسط شلل حكومي وعجز عن توافق على قانون انتخابي أدى إلى التمديد لولاية البرلمان. في أحد خطاباته طرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله معادلة تدعو لأن يكون التقاتل محصورا في سوريا وإلى تحييد لبنان عن الصراع. الأحداث الأخيرة تؤشر إلى أن الحزب قد لا يكون قادرا على فرض شروط اللعبة كما يشاء. كارين طراباي، BBC.